النهارده هتكلم عن اهم 5 مشروبات هيفرقوا معاك في رحله التخسيس، لان المشروبات دي فيها اللي هيسد معاك الشهيه بشكل كويس جدا، فيها اللي هيزود معاك معدل الحرق بشكل كبير، والميزه فيهم كلهم ان كلهم هينفعوا معاك في الصيام المتقطع. هتقدر تشرب منهم في وقت الصيام بدون ما يكسروا الصيام بتاعك، لان ناس كتير نفسها تجرب الصيام المتقطع بس خايفه من ان هي هتجوع وان هي مش هتقدر تلتزم بيه. فالمشروبات دي فعلا بتسد معاك الشهيه وهتزود معاك معدل الحرق وهتساعدك انك تقدر تعمل الصيام المتقطع بكل سهوله ان شاء الله. وفي الحقيقه كل مشروب من المشروبات دي يستحق ان احنا نعمل عنه فيديو كامل، نتكلم عن الجرعه المثاليه، عن الاستخدام الامثل، عن موانع الاستخدام، عن الفوائد بتاعته، عن كل التفاصيل الخاصه بكل مشروب. فلو حابين نتكلم عن كل مشروب على حده في المشروبات المهمه عموما وعن الاعشاب والحاجات دي، فاكتب مهتم في كومنت، ولو لقيتكم مهتمين بالفكره ان شاء الله هبدا اخصص فيديوهات خاصه لكل مشروب ولكل عشب مفيد في رحله التخسيس. المشروب رقم 5 في الترتيب واللي هيفرق معاك في رحله التخسيس وهو القرفه. القرفه من الحاجات اللي بتساعد بشكل كبير في تقليل او في ابطاء افراغ المعده، يعني بتخلي المعده الاكل اللي فيها ياخد وقت اطول في الهضم بتاعه، تمام، وهتساعدك في سد الشهيه، بتقلل السكر الدم اللي موجود. فده كله بيخليها من المشروبات المثاليه الكويسه جدا في رحله التخسيس. رابع مشروب في الترتيب وهو بذور الشيا او بذور القطونه، تمام. ايا كان اللي هتستخدمه في دي او في دي هيكون غني بالالياف اللي بتنفش في الميه، يعني ما بتاخد المشروب ده على كوبايه ميه بتنفش وبتسد جزء كبير جدا في المعده، تمام. ممكن تاخدها كمشروب، ممكن تحطها على السلطه، ممكن تحطها على علبه زبادي، كل الطرق دي كويسه. ينفع تاخدها كمشروب وينفع تاخدها كجافه على السلطه او على الزبادي. وللعلم كل ادويه التخسيس اللي بتساعد في سد الشهيه بتعتمد على النوعين دول، اما يكون فيها بذور الشيا، تمام، اللي هي شيا سيدز، او يبقى فيها بذور القطونه اللي هو السيليوم هاسك، ما بيخرجوش براهم. فهم دول من اكتر الحاجات اللي بتستخدم في الادويه لسد الشهيه. ثالث مشروب في الترتيب وهو الميه. الميه من الحاجات الكويسه جدا، وزي ما دايما بنشكر في الميه بنقول ان هي مهمه لجميع العمليات الحيويه، وانك ما بتاخد 2 كوب ماء قبل كل وجبه بيسدوا معاك الشهيه بشكل كبير جدا وبيزودوا معاك معدل الحرق. فالميه من الحاجات المهمه اللي ما فيش غنى عنها واللي لازم تبدا تحافظ عليها عشان هتفرق معاك كتير جدا، هتسد معاك الشهيه وهتزود معاك معدل الحرق. تاني مشروب في الترتيب وهو القهوه، وخاصه القهوه الخضراء. القهوه من الحاجات الكويسه جدا المميزه اللي غنيه بالكافيين والغنيه بمضادات الاكسده، ودول هيساعدوك جدا في زياده معدل الحرق. فدايما بنفضل ودايما بنقول للناس ان دايما تشرب قهوه قبل المشي او التمرين. يعني انت لو هتعمل رياضه اشرب كوبايه قهوه وابدا اعمل التمرين بتاعتك، القهوه هتزود معاك معدل الحرق بشكل كبير جدا ان شاء الله. اما بالنسبه بقى لاول مشروب في الترتيب واللي لازم تبدا تهتم بيه ويبقى اساسي في يومك وهو الشاي الاخضر. الشاي الاخضر من المشروبات المهمه جدا اللي غني بمضادات الاكسده والبوليفينول، وهو من افضل المشروبات اللي هيساعدك في رحله التخسيس لانه بيزود معدل الحرق بشكل كبير جدا، واتعملت عليه دراسات كتير جدا، ودايما في اجماع على الشاي الاخضر. يعني ايا كان نوع الدايت او الناس اللي بتسمعها دايما هتلاقيه بيشكر في الشاي الاخضر. وفي الحقيقه كل المشروبات الخمسه اللي احنا قلنا عليهم في اجماع عليهم، يعني مفيش حد هيجي يقول لك المشروب ده وحش وما تستخدموش في التخسيس. كل المشروبات الخمسه دول من افضل المشروبات اللي اتعمل عليهم دراسات واللي اكدوا فعاليتهم بالفعل. فانت ابدا ضيفهم في يومك، ابدا يعني تخلي مثلا مشروب منهم بعد الفطار، مشروب منهم بعد الغداء او قبل الغداء، مشروب بعد العشاء، معاك 3 4 مشروبات في اليوم. وطبعا تقلل السكر بتاعك هيفرقوا معاك كتير جدا ان شاء الله. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ونفيد اكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عن طريق انك تضغط على صورتي هنا بحيث يوصل لك كل جديد اول ما ننزله. ونشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.